النهارده هنتكلم عن موضوع معين. ليه محتوى الجيمنج شبه معدوم في مصر؟ لاني كنت ببص على جانب واشوف ان هم بيعملوا ستريمز وناس كتيره بتتفرج عليهم وناس كتيره اصلا بتستريم على انه وظيفه. فسالت نفسي كده، هو ليه احنا مش زيهم؟ وبناء على السؤال اللي سالته حاولت اطلع باجابه معينه. هي للأسف مش كافية، لأن لحد ما في أسباب كتيرة ممكن تتسبب للموضوع ده. والمشكلة إنك لما تسأل السؤال ده لأي حد هتلاقيه طالع لك بإجابات مختلفة تماما غير اللي عندك. عارف لما تكون في امتحان انت وصاحبك وتيجي تسأله عن إجابة سؤال معين ويجي يقول لك كده بكل تلقائية الإجابة 7، تقوم انت قايل له يا اسطى ده امتحان عربي. على قد ما الموضوع غريب ان ايه اللي جاب ال7 للعربي، بس ده فعلا حقيقة الموضوع، ان سؤال زي ده ليه اجابات مختلفة تماما عن بعضها. بس على قد ما في اختلاف في حاجات معينة احنا نقدر نتفق عليها، زي مثلا التقبل. احنا عندنا مشكلة كبيرة في التقبل، ومشكلة اكبر في ان احنا نغير. احنا رافضين التغيير باي شكل من اشكاله، ايا كان هو ايه، حلو او وحش، رافضينه على اي وضع. طب احنا في جيل، في زمن فيه كمبيوترات واي اي وعلم وصحوة الكترونية فظيعة. عارف لما بتلعب لعبة كومبيتيتيف كده وتلاقي الميتا بتتشفت، بدل ما في كاركترز او تشامبيونز كانوا هم الابسولوت بيست، دلوقتي بقى هم القديم. نفس النظام بالظبط، الميتا اتشفتت عندنا، فاحنا كبرنا على الحاجات دي وحبيناها. زي ما الناس بتحب تقعد على القهوة عادي، في ناس معينة بتحب تقعد على القهوة، وفي ناس ممكن تفضل ان هي تقعد على الكمبيوتر وتلعب. ايه المشكلة؟ المشكلة هنا ان الناس الكبيرة بتبص لك بصة استحقارية شوية، يعني لا مؤاخذة في اللفظ الصراحة، اللي هو ايه ده؟ العاب ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يبصوا لك ايه اللي انت بتعمله ده؟ تكون قاعد في امان الله عايز تهوي دماغك شوية، تلاقي كل شوية حد داخل عليك يقول لك وانت لسه بتلعب؟ طب انت مش ناوي تعمل حاجه مفيده يا عم ولا ايه؟ طب انت مش ناوي تذاكر؟ مش ناوي تشوف لك شغل طيب؟ ولا جاي معاك بايه؟ فدايما بقى انا اقعد افكر كده، احنا ليه كناس بنحب التنمر؟ الناس عندنا بتعشق حاجه اسمها التنمر، بتعشق حاجه اسمها ان انت تتريق على شخص اللي قدامك وتقلل من قيمه الحاجه اللي الشخص بيقدمها ايا كانت هي ايه. هيقول لك لعب ايه يا ابني وقرف ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ انت لسه بتلعب يا ابني، انت لسه ما كبرتش على الموضوع ده. ما تروح تشوف لك بقى مسؤولياتك بقى، انت هتفضل لابك لنا لحد امتى؟ تكون مثلا لسه محمل لعبه جديده وتقول لواحد صاحبك يا اسطى انا لسه محمل لعبه جديده والله ومبسوط وهرجع اسطبها وبتاع، وتلاقيه اعطاك النظره حرفيا، يعني هو ادالك النظره. فهم بالنسبه لهم القديم هو الصح، انك تذاكر وتسيبك من الالعاب ده افضل ليك، عشان ما يقولش عنك منبوذ ولا ان انت فيك عله فيك حاجه. يعني ده فعلا هم بيشوفوا كده، فهم عندهم ان انت تشتغل ده اشرف مليون مره من انك تروح تفتح ستريم، ولا ان انت تفتح صفحه يوتيوب، ولا تقدم فكره، ولا تقدم اي حاجه. لا، انت ترجع للاصل، ده احسن مليون مره، اشرف. فانت ايا كان انت كنت مين، ان شاء الله لو كنت حرفيا تلجايه الناس هتأثر عليك. ايا كان انت كنت مين، دايما هيلاقوا طريقة كده معينة يخشوا فيها جوه جلدك، هيخشوا جوه، بص هيخشوا جوه. فانت بالتالي بتضطر ان انت خلاص تستسلم للموضوع بسبب الخوف، مش ان انت خايف. انا مش بتكلم في نقطة ان انت خايف، لا، انا بتكلم في نقطة ان هم بيزرعوا فيك الخوف عشان ما تشزش عن المجتمع، لان هم مفكرين التربية الصح هي ان انت تقول لابنك او لبنتك هو يفكر في ايه، مش ازاي يفكر. لان في اختلاف كبير جدا ما بين الاتنين، في اختلاف شاسع بين الاتنين. بس تيجي تسأل نفسك كده سؤال، طب انا لو المجتمع عندي بايظ همشي وراه ليه؟ فدايما اسأل نفسك، لان السؤال ده مهم جدا. لو الطريق متكسر انا همشي فيه ليه؟ طب هنفترض ان انت هتمشي فيه مع ان في مليون طريق غيره، هل هتصلحه ولا هتمشي على الطريق زي ما هو، زي اللي جم قبلك عملوا، ولا ايه؟ ايه المشكلة بقى في ولا ايه؟ بمعنى مش عشان انا حصرت لك الاجابة في اختيارين معناها ان فعلا في اختيارين بس، لا، الموضوع مختلف تماما. هنقول مثلا ان انت عندك امتحان بكرة، فانت مفكر ان انت عندك اختيارين، يا هتنجح يا هتسقط. بس الكلام ده غلط، لان انت دايما عندك اختيار تالت، انك اصلا ما تحضرش الامتحان من الاساس. هتقول لي طب يا عم انا كده سقطت، ما هي بس الاختلاف هنا هيكون باختيارك، ان انت لازم حياتك تكون ماشية على مزاجك انت، حتى لو هتقع مفيش حد ليه عندك اي حاجة. تاني نقطة هي المسؤولية. الانسان مننا بيوصل لسن معين وبيترمي عليه احمال المسؤولية، مش حمل واحد بقى، لا، احمال المسؤولية. فلما بتكبر
بتلاقي كل الناس حواليك بتعمل حاجة وبتأكتشيف something، فبتحس نفسك ان انت ورا. فتلاقي صاحبك مثلا اشتغل الشغلانة اللي هو عايزها، او واحد صاحبك جاب نتيجة احسن منك وانت لسه بتلعب. فمن الضغط ده بتبتدي تشفت تفكيرك وتخش في دوامة الحياة بقى، بتنسى كل حاجة انت كنت بتحبها. ولما تيجي تحاول ترجع المشاعر اللي كانت عندك ساعتها مش بتلاقيها، مش هو ده الشعور اللي كنت حاسه، فبتقفل. يعني في ناس كتيرة مننا ممكن تحمل لعبة وتكون مثلا مساحتها كبيرة فشخ ويكون شاريها اصلا، يعني هو يكون دافع فيها فلوس، وفي الاخر يلعب منها كام ساعة ويقفل، يرجع بقى للهم تاني. فالموضوع غريب لان المسار المعتاد دلوقتي شكله شكله في حاجة غلط. فما تخليش جاذبية الشمس ترجعك تاني للمسار المعتاد وتخش جوه اللوب اللي ما بتخلصش دي. حاول على قد ما تقدر ما تنساش نفسك وسط الدوامة دي، تنساش الحاجة اللي انت بتحبها. فمش عيب ان انت تستمتع بوقتك بطريقتك الخاصة ايا كانت هي ايه بقى. تالت نقطة عايز اتكلم فيها بقى وهي النت. غالبا احنا نفضل فترة طويلة قوي لحد ما نحل المشكلة دي، ده اذا كان ليها حل اصلا. انت عندك كل الدول اللي حوالينا عندها نت غير محدود واسعاره معقولة، انما انت عندك بقى ما فيش الكلام ده. طب ليه يعني؟ ليه؟ انا فعلا بسأل سؤال، يعني انا عايز اجابة ليه. يعني انت لو فاكر من فترة كان اتحرق مبنى اتصالات عندنا هنا والنت كان غير محدود وكانت سرعته خزعبلية. طب ليه يا جماعة؟ فانت عندك القدرة ان انت تحسن، طب ليه مش بتحسن؟ انت عندك اللعبة بتبقى على الاقل 100 جيجا عشان تتحمل. اليومين دول اي لعبة دلوقتي مساحتها فظيعة، فانت مضطر انك حرفيا عشان تحمل اللعبة مضطر ان انت يا اما هتدفع فلوس هتفشخ جيبك، يا اما هتحملها على 2 ولا 3 عشان تلعبها في الاخر نص ساعة ولا حاجة. لان انت الدول التانية وهي بتعمل العاب بقى اللي هي الاستوديوهات بقى والحاجات الفخمة اللي بتعمل الالعاب دي، هم بينزلوا اللعبة على اخر اصدار من كروت الشاشة والنت والكمبيوترات، هم مش معتبرينك اصلا، فانت مش موجود في الحسبة. يعني احنا هنا احنا مش موجودين في الحسبة، انت مين اصلا؟ فاذا كان اصلا يعني معظم الستريمرز المصريين عندهم مشاكل وهم بيستريموا النت، ساعات النت بيقطع عليهم وساعات بيبطل فحرفيا كل ده بيبقى ديلي جامد. فبتحس بقى ان الطيارة بتمشي من غيرك وانت لسه واقف. الموضوع مش بمزاجك، احنا عارفين الموضوع ده للأسف احنا ملناش دخل فيه، بس هتعمل ايه بقى؟ سبيكينج اوف النت، تعال نشوف اسعاره اليومين دول. حاجة تحزن. ايه الاسعار دي؟ المشكلة ان النت بيخلص في اسبوع يا جدعان حرام عليك والله. فاخر حاجة نتكلم فيها هي الامكانيات. يعني الامكانيات عندنا الى حد ما ميتة، احنا عندنا عايشين على اجهزة عقيمة، والله العظيم تاني اجهزة عقيمة. احنا لسه بنتكلم في 1050 تي اي و750، بنتكلم في كلام فارغ، احنا بنتكلم في كلام فارغ. المشكلة ان الاسعار في حتة تانية خالص مع غلو الرامات اليومين اللي فاتوا، فاحنا مش عارفين بقى احنا رايحين على فين. فانت بقى صعب جدا ان انت تجيب كمبيوتر ولا بلاي ستيشن حتى عشان الفلوس. واحنا عارفين ان انت بسبب الاحوال المادية دلوقتي الجنيه اللي بيطلع من جيبك انت بتضطر تحسبه مليون مرة. انا بقالي 6 سنين يا جماعة ما غيرتش حاجة في الجهاز حرام. فكمية عوائق موجودة لا تعد، ده كده بضع من المشاكل اللي احنا ممكن نتفق عليها غير الاسباب المنفردة لكل شخص مننا. فرايحة بينا على فين الله اعلم. ما تنساش يلا سلام